الشهداء مقادة الحقيقيون والمعنيين. طبعا بالبداية اللي هو راح يكون وضع القائد، كلياتنا نعرف صار 18 أشهر ما في لقاء مع القائد. طبعا سبب هاي العزلة والتجريد على القائد بيقترح القائد لمشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية اللي هو الأمر عم يزداد ضغط التجريد أكثر. طبعا هدف هاي العزلة هو انقطاع الفكر من الشعب من الحركة في سبيل إنه ما تحقق إنجازات وانتصارات. أما بالفترة الأخيرة حتى بالشعب ما نستبعد ضمن الدولة السورية روحوا شوفوا الشعب من الناحية الاقتصادية، يعني الشعب وضعه نوم رايح. أما مقابل هذا الشيء يعني إذا في المطلق لا فرق بين زيد على عمرو، متمثلين شعارات في الإدارة الذاتية وشعارات جميلة منها الديمقراطية أو الأمة الديمقراطية، حقوق الإنسان. احنا لازم نبني جيل جديد لمجتمعنا قدر المستطاع. كل انسان مسؤول عن، كل راعي مسؤول عن رعيته من البيت لفوق. يعني كطفل صغير لحد ما يقوم مرتين ثلاثه بده يقع لحد ما يقوم يمشي على حيله. من هالساعه وبعد الاداره الذاتيه لها استراتيجيه جديده وهي بدها تقوم على حيلها عشان الرفاق يكونوا مطمئنين. السنه اللي هلا جاي مو مثل السنه اللي راحت. داخلي القوات العسكريه قامت بكل واجبها من ناحيه الانسانيه، من ناحيه تحرير المناطق. خلفيتنا نحن كقوات الامن الداخلي موجودين فيها حول المواضيع الثلاثه المهمات. فهي الاولى هي موضوع الامني، موضوع الاقتصادي بهذا المجال والاداري. فاحنا اليوم النقطة الأساسية هو موضوع الأمن والاستفزازات التركية اللي قامت على بلدنا شمال شرقي سوريا والتهديدات. فإحنا نعم انطونا القوات العسكرية الشيء الصح. طبعا موضوع الإداري طبعا في أخطاء، الأخطاء بدأت تتصلح عن طريق الاجتماعات وعن طريق اللجان الموجودة فيه حول الموضوع الزراعي، موضوع الثروة الحيوانية، موضوع الإداريات، الطرق، الغير، المحروقات، رغيف الخبز، اللي كله هذا يتطلب للمواطن، وإن شاء الله راح يتعالج بأسرع وقت ممكن بإذن الله. نحن نشكر الإدارة الذاتية والأسايش، وإحنا ضد أي هجمة على هالبلد. إحنا كشعب وإدارة نحن كنا على العدو اللي تدخل بأمورنا الداخلية. نحن أبناء العشائر نعم بأكملها، نحن إيد واحدة إن شاء الله، نحن والإدارة على كل عدو يتدخل بشؤون بلدنا.